بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. صلوا عليه. صباحكم ورد وفل وسعادة عليكم يا أحلى إخوات ومتابعين. النهاردة إن شاء الله لو أنت محتارة تعملي أي أكلة في الأسبوع، النهاردة هقدم لك 5 أكلات كده مختلفة عليكي بس أنت تختاري. وكل الأكلات اللي أنا هعملها لك لها فيديوهات كاملة على القناة. أتمنى منك تاخدي كده جولة بسيطة على قناة المتواضعة، إن شاء الله تستفيدي معايا. واكتبي لي أنت بتتابعيني من أي بلد، عشان دي حاجة تبسطني وتفرحني جدا. واي سؤال اكتبوا لي في التعليقات وان شاء الله انا هرد عليك. اول حاجه كده او اي اول اكله كده معايا، هي معايا ورق الخس وورق اللفت. ايوه اللي انت شايفاه دي ورق خس يا اختي، ورق اللفت حاجه كده طعمه، حاجه كده في منتهى اللذاذه. يتاكل كده حاجه جنب حته مخلي اللفت، يا سلام. ولا تقولوا لي لحمه ولا فراخ، بجد طعم جدا جدا ولذيذ كده وبيدوب في قلب البق. جربيه ان شاء الله بطريقتي المميزه وهيعجبك جدا باذن الله. انا بعمله بطريقه مختلفه، مش زي محشي الكرنب. بتكايه بسيطه بتخلي له ليه ريحه تانية خالص، وطعم حاجه من تاني. شايفه شكله ازاي؟ شاهي جدا وطعمه لذيذ. جربيه ان شاء الله يعجبك. واي سؤال اكتبي لي في التعليقات وانا هرد عليك على طول. تعالي نشوف الاكله التانية. طبعا زهقتي من سلق البيض وقلي البيض. انا عامله الكميه اللي انت شايفاها، الطاسه الكبيره دي طاسه كبيره، طاسه عملاقه والله العظيم وجامبو. ده ما شاء الله، أنا مش عارفه التصوير مصغره ليه. الطاسه اللي انت شايفاها دي انا عاملاها من 4 بيضات بس. ايوه من 4 بيضات بس. لو انت كنت سلقتيهم او كنت حمرتيهم او فقشتيهم قصدي، ما كانوش هيطلعوا بالكميه دي. لا الطاسه دي تكفي ال5 افراد. طعمها حلو جدا جدا جدا. شكشوكه البيض باللذيذه دي بالطريقه دي لذيذه جدا. جربيها وان شاء الله هتعجبك. واي سؤال زي ما قلت لك اكتبي لي في التعليقات وانا هرد عليك على طول. بصي انا مش قادره امسك نفسي بصراحه قدامها. انا ما عدتش بفقش بيض بالطريقه العاديه ولا برده بسلقه، برده اقوم عاملاه على طول بالطريقه دي. ولادك بجد هيقولوا لك كل يوم اعملوه لنا بالطريقه دي. اللي ما كانش بياكل بيض هيقول لك كل يوم اكليني يا ماما بيض. جربيه ان شاء الله بالطريقه دي هيعجبك. حلوه جدا، بطعمه حلو قوي وكمان بيرمي معاكي كميه كبيره جدا. يعني ما شاء الله. شايفه شكلها عامل ازاي؟ تعالي نخش على الاكله اللي بعدها. معايا هنا كبد وقوانص. انا بحوش الكبد والقوانص بتاعت الفراخ لغايه لما تديني كميه كبيره زي ما انت شايفه كده. معظم الناس بتعمل زي، بعملها بطريقه حلوه جدا. انسي اي زفاره فيها، مكون واحد بس هتضيفيه عليها زي ما انا بقول لك. هتلاقيه انسي اي زفره موجوده فيها. ناس كتير بتشتكي ان الكبد والقوانص بتطلع زفره، لا اعمليها بطريقتي دي وبطريقه موجوده وكل الفيديوهات زي ما قلت لك على القناه. خدي جوله بسيطه وان شاء الله هيعجبك اي قناه او في اي فيديو باذن الله. هتلاقيه معاكي كويس جدا وتتفرجي عليه وهتستفيدي منه وهتطلعي منه بافكار. بعملها بطريقه حلوه جدا بتمنع اي زفاره. يا سلام يا تكات ويا حركات. تعالي نشوف بقى الاكله اللي بعد كده. معانا هنا اجنحه الفراخ. اجنحه الفراخ المشويه بتتبيله وهميه، بحاجات بسيطة، من غير صويا صوص، من غير دبس رمان، من غير صوص الباربيكيو. أي صوصات مش موجودة، حتى معلقة صلصة الطماطم أنا ما ضفتش عليه. هي طماطمية مبشورة، بصلاية مبشورة، ودي كله مع بعض مع شوية بهارات مع معلقة عسل أبيض كبيرة. واديها بقى في الفرن تتبيلة في منتهى الجمال. هتشم ريحتها صدقيني. ولادك مش هيبطلوا ياكلوا إلا الأجنحة دي. هيقولوا لك انسي فراخ، انسي أي حاجة. هيقولوا لك كل يوم اعملي لنا أجنحة فراخ جنب شوية مكرونة، شوية رز، حباية وحباية. وانسي اي اكله تانية هيعشقوها. تعالي نخش بقى على التقيل. احنا عملنا الاجنحه وعملنا الكبد والقوانص. تعالي بقى نعمل ايه اللي وراك. معانا وراك مشويه برضك من غير اي صوصات، ولا كلفتي نفسي ولا غرمتي نفسي. الحاجات اللي موجوده في قلب مطبخي واشتغلت بشويه فراخ بطريقه حلوه جدا. الطريقه ان شاء الله موجوده على فيديو على القناه. خشي عليها وانت ان شاء الله تستفيدي معايا. اوعي تنسيني في اللايك والاشتراك وتعليق كده حلو منك، وتاخدي جولة بسيطة في قناتي المتواضعة. إن شاء الله تستفيدي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.